أنا في عام الحين أتوقع أني في عام 2035. أنا الآن أكلمكم، أنا ترى من الناس اللي يسافرون عبر الزمن. تسمع بالسفر عبر الزمن؟ اليوم أنا مسافر عبر الزمن، فخلوني أقول لكم وش صار بالمستقبل اللي راح يجيكم. تمام؟ تمام؟ يلا، راح تتطور التكنولوجيا، الله يطول لي بأعماركم، وراح يكون يعني بدال اللايف هذا لايف شلون؟ تضغط على اسم الشخص مثلا، هو بأمريكا، تحجز رحلة كذا طيران لحالك. شفت شلون تسافر أنت بالسيارة لحالك الحين كذا؟ راح يكون عندك تنقل جوي. كيف الوسيلة عاد ما أعرف، والله ما أعرف، بس أتوقع أن يكون عندك تنقل جوي لحالك بالسماء، هليكوبتر لحالك، ما أدري، يعني بيصير تطور قوي. مثلا صديق عندك احنا شنو أقرب مكان لنا هنا؟ مثلا الحسا بالسعودية، ضغطة زر أنت تسافر لك كذا تطير. هذا من قوة التكنولوجيا، يعني راح تتقدم أكثر وأكثر. الأشياء الثانية الله يطول بأعماركم، راح ينزل برنامج يقول الكلام اللي بعيونك. أنا أكلمكم من عام 2035 راح ينزل برنامج، يعني مثلا أنا فيني حزن وأقول لك قدامكم وأنا مش صادق بحزني هذا، فراح يعطيك أنت تنبيه في التليفون، إنه تنبيه يعني هذا الإنسان مو صح، يعني مو صادق، يعني ما نبيه فضيحة. كيفك هذا؟ يعني لك سوابق، أنت يجوز لك سوابق، بنجربه فيك يا ناصر بيبين الصدق. بعد وشو ذاك الوقت تكونون شيبان أنتم، كل واحد عمره 40 سنة ماسك نظارات طبية يكبس. تقول تخيل من أيام الشباب وأنا أصمم. الله من أيام الشباب وأنا أسوي إكسبلور. 9 6 4 7 7 وش كذا يوم كنا نطلع مع ناصر إكسبلور، راحت كذا تسولف على أحفادك. تغير جيلكم، أيام جيلنا كنا نطلع ناس إكسبلور. جيلكم وش إنجازاته؟ كذا تعاتب بأحفادك، وش جيل إنجازاتك أنت؟ هم أكبر إنجاز عندهم. فهد وين يكون؟ فهد يتهاوش. كذا مطلع السالفة. سنة من السنين كنا نرفع الناس إكسبلور. احنا معاك ب 2035 بعد الدنيا. فهد وين يا ناصر؟ شوفوا فهد يعني دوامه صعب حيل، يعني حيل صعب يعني، فزين إذا لقيناه يعني بالأسبوعين مرة. بس أمس أعطاني خبر حلو والله، قال لي ناصر راح أروح معاك أبو ظبي الأمسية الشعرية. مركزين معاي؟ أبو ننجان، عندي أمسية شعرية تم التأكيد عليها يوم الجمعة تاريخ 27/1 في أبو ظبي الحبيبة في مسرح الأمواج. الدعوة عامة، في تذاكر بس أتوقع أنها مبلغها رمزي يعني للحضور، بس أنها يعني ترتيبها فخم جدا وراقي جدا، وحتى راح يكون في تصوير للأمسية، وراح يكون شغل احترافي يعني.
وله غريب على الإمارات وأهل الإمارات، فهم محتضنين للأدب والشعر من أيام شاعر المليون يعني. ناصر أنت وين تداوم؟ أنا لا أرتبط في أي سلك، لا عسكري ولا مدني، أنا حر طليق، أداوم ما عندكم الله يطول بأعماركم. أنتم تعطوني إجازة، وأنتم اللي تخلوني أداوم، وأنتم اللي تعطوني إجازة خارجية للسفر، فكل شيء تحت أمركم الله يطول بأعماركم. تنور الإمارات، نوركم الله يطول بأعماركم. عاد أهل الإمارات أوكي، اللي بالسناب واللي بتويتر بيشوفون الدعاية حقت الأمسية وبالإنستغرام مو مشكلة، أعذرهم ما يجون. بس أنت اللي في اللايف، حنا أصدقاء من 5 شهور أو 4 شهور، ما تحضر في أبو ظبي الأمسية، أزعل جد جد أزعل. تقول لي دوام، ما في دوام الساعة 8 بالليل، الأمسية من الساعة 8 بالليل للساعة 10. فدوى قلبك حبيبي الغالي، شكرا. مرحبا، هذه نجوى، نجوى هذه. مرحبا يا نجوى، نورت اللايف، وين هالغيبة؟ حب واحترام لشخصك الكريم، شكرا. ناصر طلبتك تكفى. وين بيبثونها؟ راح تكون مسجلة وراح تنزل باليوتيوب، بجي الإمارات عشانك، شكرا. الأمسية في تاريخ 27 في أبو ظبي يوم الجمعة يا ربع، يعني بعد كم يوم. تعرفوني في الرياضيات شوي يعني ضعيف جدا يعني. متى؟ بعد كم يوم، تاريخ 27/1 أنا في أبو ظبي. الله محييك، تشرفني في الأمسية. أبي شوفوا بقول لكم شيء، أبي أصارحكم، ممكن أصارحكم بشيء؟ بعد 10 أيام خنايف، شدنها قريب. والله اللي قريب. شوفوا، رحت الأردن الحمد لله، فضل من الله عز وجل، تسكر المسرح بأمسيتين. رحت عمان تسكر المسرح، أمسية قطر تسكر المسرح. الإمارات أنا متأمل بالله ثم في وجودكم إن شاء الله المسرح يتعبى في الأمسية إن شاء الله. أنا عارف إنكم ما تقصرون في الحضور يعني، أول الحاضرين. الله يعزكم، الله يجزاكم خير. هذه أمسية شعرية والله. أنا أي دعوة تجيني اليوم، أنا منسق مع الأستاذة عهود، أستاذة عهود رئيسة قسم النشاط الطلابي في الأردن في الجامعة الأردنية، على أن الأمسية تكون في الأردن إن شاء الله. والله يعني قاعد أحاول ما أرفض شيء، وقاعد يعني جدد أفرح لأي عرض يجيني عشان بس ألتقي معكم يعني. السعودية متى تجي؟ والله ما جتني دعوة بالسعودية، إن شاء الله إذا جتني أبشر. أول مرة أسمع اسمي. تدرون إني خيرتك؟ لا تدرون إني فرحت لكم. اسألوني شلون، تكفى اسألني شلون. تحية لكم المغرب. والله عندي أمنية أني أسوي أمسية بالمغرب، جامعة محمد الخامس. لو أعرف أحد، تخيل لو أعرف أحد أنا لا أتصل لهم أقول ممكن أسوي أمسية عندكم جد يعني، لأن في جمهور بالمغرب كثير له حق علينا يعني. قلت أمسية في الشارقة، نطرتهم والله، أعطيتهم صورة بطاقتي وكل شيء، نطرتهم ما ردوا علي خبر. شلون؟ أنا بقول لكم شلون. دخلت لايفات كثير من المشاهير اليومين اللي طافوا يعني، خاصة في أيام السفر، الأيام اللي ما كنت أفتح لايف. الحمد لله، فضل من الله عز وجل ثم فضلكم. والله قمت أشوف ناس يقولون يا أخي أنا ما أبي ألعب جولاتها، بسولف مع المتابعين. إي والله العلي العظيم، ومو 1 ولا 2 ولا 3، صار سوالف وقصص ومحبة وأخذ وعطاء، وصار في حاجة يعني ودلع مع المتابعين وحاجة. شفتوا اللي كنا نسويه من 4 شهور؟ شوف كذا، والله وبالله وتالله إنه قام ينتشر كذا. إي صح، لاحظت والله العظيم. هذا فضل من الله عز وجل ثم فضلكم. ليش؟ الكلام بدأ ينتشر في التويتر، في التيك توك،
انه والله شوفوا الموضوع مش كله مادي، الموضوع لازم ان الواحد يسولف مع المتابعين اللي عنده هذول اوادم لهم حق يسالون ويجاوبون وياخذون اخبار. الحين احنا شو نسوي؟ نجحنا صح ولا لا؟ نجحنا صح ولا لا؟ الحمد لله 5 شهور اسسنا قاعده جميله ممتلئه بالحب والسلام والمحبه بين الجميع، حتى كثير منكم صاروا اصدقاء البعض صح ولا لا؟ الحين نبي نجحفلهم خبث العقرب، نبي نجحفلهم، نبي نغير سيستمنا كله. بس شلون؟ تكفون والله علموني شلون. ايه جوي خلنا نغير الخطة يا الربع، شو نسوي؟ ما ادري علموني. لا جولات ما احبها جولات كذا، خلونا والله تلقونهم بعد شهرين يسوون نفسنا. يا جماعة ترى مو لازم نسولف مع بعض كثير، ترى الواحد إذا سولف مع جمهوره ينكشف، والإنسان إذا انكشف يصير عادي عند الناس. ليش الناس تتابع المشهور؟ لأنه غامض، فإذا صار واضح عند الجمهور راحت هيبته، وإذا راحت هيبته راحت متابعينه، راح يقولون كذا الكلام بعدين.